عسلامة عسلامة، رمضانكم مبروك. الناس كل اللي تبعوا فينا، هي حلقة بالأساس نحاولوا من خلالها نكرموا كل امرأة تونسية، كل أم، كل أخت، كل زوجة تعبة في الكوجينة في سيدي رمضان. سيكام تودكم بمنتوجات جديدة ديدية لسيدي رمضان. أنا اللي تفرجوا فيها ديما أكيد يعرفوا مش غريب باستعمالي السيكام ومنتوجاتها. سنين نخدم بها سواء في البرامج التلفزية وإلا حتى كشيف دي كويزين. ديما نختار معي سيكام. السبب الرئيسي والأول هو عدم احتوائها على مواد حافظة ومواد ملونة. هذه الحاجة اللي ما تدورش بسيكام. تلقاو برودوي تونسي 100% وبرودوي طبيعي 100%. يجنى في فصل الصيف، ونعرفوا اللي طماطم فصل الصيف تكون ناضجة، كولارها حلو ونكهتها بنينه برشا، تنقص الحموضه نتاعها. انا الشيء اللي يخليني كيف ما قلت نستعملها سواء في الكوجينه التونسيه ولا في غيره من لي كويزين. هيك علاش حاضره اليوم في التابل دو شيف، ما نلقاش منتوج خير منها. عندها دي برودوي جدد، ديما تعودنا بجديد. سيكام جديد السنه تشوفوه معنا وحيده وحيده. ثم الطماطم المقشره، ثم الطماطم المدشه وهي اللب نتاع الطماطم دونك من غير القشور حاضر باش، ثم الطماطم البيمونتي اللي هي موزوزه، ثم الطماطم المحرحره اللي هي اكيد باش تكون متربعه على عرش الضخامه السنه في سيدي رمضان، للحسو للمقرونه لغيره. دونك هيك علاش اليوم نصحت بها وليداتي باش يستعملوها في الاطباق ونقضوا بها الموقف وعملوا حاجه ممتازه نالت رضا واستحسان ضيافنا. يعطيكم الصحه. انتم اللي تختاروا في سيكام، اكيد ديما تدللكم وتدلل الناس اللي تحب الكوجينه والمخمخه الكل. مع سيكام تدلل مدام.